يا أهلا بيكو. أكيد مصطلح GPT ده عدى علينا كلنا كتير الفترة الأخيرة، وبقى تقريبا جزء من كلامنا اليومي. بس كام واحد فينا فكر للحظة هو إيه الجي بي تي ده بالظبط؟ في الشرح ده هنمسك المصطلح ده ونفصصه سوا حرف حرف عشان نفهم إيه اللي بيحصل ورا الكواليس. كلنا سمعنا الكلمة وبنستخدمها، بس يا ترى معناها الحقيقي إيه؟ هي مجرد 3 حروف جنب بعض وخلاص؟ ولا وراها تكنولوجيا معقدة بتغير شكل عالمنا؟ طيب، يلا بينا نغوص في الموضوع ونشوف إيه حكاية ال3 حروف دي. ال GPT هو اختصار ل Generative Pre-trained Transformer، وده نوع من نماذج اللغة الكبيرة اللي بتستخدم حاجة اسمها التعلم العميق عشان تكتب نصوص شبه اللي بيكتبها البشر بالظبط. طيب عشان نفهم التعريف اللي ممكن يبان كبير ده، أحسن طريقة هي إننا نبدأ من الآخر للأول. يعني هنبدأ بحرف التي. حرف التي هنا هو اختصار لكلمة Transformer. نقدر نعتبره هو الموتور بتاع المنظومة دي كلها، هو العقل المدبر ليها. من غير الترانسفورمر أي حاجة تانية بنتكلم عنها مش هتحصل أصلاً. الترانسفورمر هو عبارة عن بنية هندسية، سيستم يعني، معمول مخصوص عشان يعالج ويفهم اللغة. تخيل إنه بياخد الكلام يدخله في عملية فلترة وترتيب دقيقة جدا عشان يفك شفرته ويفهم المقصود منه إيه بالظبط. ببساطة كده هو المترجم الذكي اللي بيفهم بنية الجملة ومعاني الكلمات. طب إزاي الترانسفورمر بيعمل كده؟ الموضوع بيمشي في 4 خطوات أساسية. أولاً، بيكسر النص لحتت صغيرة اسمها tokens. ثانياً، بيسجل ترتيب الكلمات دي عشان يعرف مكان كل كلمة فين في الجملة، وده مهم جداً للمعنى. ثالثاً، بيحول التوكنز دي لأرقام عشان الكمبيوتر يعرف يتعامل معاها. ورابعاً، ودي أهم خطوة، بيستخدم آلية عبقرية اسمها الانتباه الذاتي أو self-attention عشان يقيم العلاقات بين الكلمات ويفهم السياق العام. أول 3 خطوات دول تحضير، لكن السر كله في الخطوة الرابعة. وهي دي بقى مربط الفرس زي ما بنقول. آلية الانتباه الذاتي دي هي اللي بتدي للنموذج القدرة على فهم الفروقات الدقيقة في اللغة. يعني بتخليه يعرف إن كلمة بنك في جملة رحت البنك أسحب فلوس غير كلمة بنك في جملة ده بنك أسئلة مهم. السياق هو كل حاجة، والسلف اتنشن هو اللي بيخليه يفهم السياق ده صح. جميل قوي، كده فهمنا التي. دلوقتي خلينا نرجع خطوة ورا ونمسك الحرف اللي قبله وهو البي، وده بيرمز لكلمة pre-trained أو مدرب مسبقاً. هنا بقى بنشوف إزاي الموتور القوي اللي اتكلمنا عنه ده بيتملي بالمعرفة الهائلة بتاعته. النموذج بيعدي على عملية اسمها التدريب المسبق غير الموجه. كلمة غير موجه دي معناها ببساطة إن النموذج بيتعلم لوحده. يعني محدش بيقوله المعلومة دي صح والمعلومة دي غلط، لأ، هو بيترمي في محيط من البيانات وهو بنفسه بيكتشف الأنماط والقواعد النحوية والحقائق. ولما بنقول محيط من البيانات، الكلمة دي مش مجازية قوي. تخيل معايا إن النموذج ده قرأ تقريباً كل حاجة مكتوبة على الإنترنت، كل الكتب، كل المقالات، كل المواقع. بنتكلم في مليارات الصفحات. القاعدة المعرفية الواسعة دي هي اللي بتخليه قادر يتكلم في أي موضوع ممكن يخطر على بالنا. ودلوقتي نوصل لآخر حرف وأهم مهارة، الجي، واللي بترمز لكلمة generative أو توليدي. لما بنجمع الموتور القوي الترانسفورمر ونغذيه بالمعرفة الضخمة عن طريق البري تريننج، بنوصل للمهارة النهائية، وهي القدرة على التوليد والإبداع. كونه توليدي معناها إن النموذج مش مجرد بيردد الكلام اللي اتعلمه خلاص، لأ، هو قادر إنه يخلق ويكتب محتوى جديد تماماً، محتوى أصلي ومفهوم، نص يبان كأنه مكتوب بإيد إنسان فعلاً. دي هي النتيجة النهاية اللي كلنا بنشوفها ونتعامل معاها. طيب، القدرة على التوليد دي بنشوفها في إيه بالظبط في حياتنا؟ بنشوفها في حاجات كتير، زي إنه يجاوب على أسئلة معقلة بطريقة منطقية، أو يكتب مقالات وقصص كأنها من خياله، أو يقوم بمهام لغوية كتيرة جدا زي الترجمة والتلخيص وحتى كتابة الأكواد البرمجية. دلوقتي بعد ما فصصنا كل حرف لوحده، يلا نجمع كل الأجزاء دي مع بعض عشان الصورة الكبيرة تبقى واضحة ومفهومة. إذن الخلاصة إيه؟ عندنا محرك قوي جدا بيفهم اللغة اسمه ترانسفورمر، وده حرف التي. بنغذيه بكمية معرفة مرعبة عن طريق التدريب المسبق على بيانات ضخمة، وده حرف البي. والنتيجة النهائية هي إن النموذج ده بيكتسب مهارة توليد نصوص جديدة ومبتكرة، وده حرف الجي. يعني تي زائد بي يساوي جي، ببساطة كده. دلوقتي خلاص عرفنا إيه هو الجي بي تي. فهمنا إنه محرك لغوي اتدرب على بيانات ضخمة جدا وبيقدر يولد محتوى جديد. لكن السؤال الحقيقي اللي بيفضل مفتوح هو يا ترى التكنولوجيا دي هتولد إيه بعد كده؟ المستقبل شكله عامل إزاي؟ ده السؤال اللي كلنا بنفكر فيه وبنستنى إجابته.